السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى انا هعمل معاكم المنين بتاع الافران. منين سادة ومنين بالعجوة. لا، بتاع الافران ايه يا جماعة؟ احنا مش هنقول بتاع الافران، احنا هنفوق بتاع الافران كمان، وهنعمله احلى واطعم واجمل وانضف واوفر كتير قوي. ليه السعر بتاعه يوصل لمية ومية وعشرين جنيه وهي العملية كلها بسيطة جدا، مش مستاهلة التكلفة دي كلها. وانا النهاردة هعمله معاكم بأقل التكاليف وحاجة كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. زي ما انتم شايفين كده الجمال والطعامة، وحاجة كده يعني قلب ريحة البيت. وعلى رأي بقى أجدادنا لما كانوا بيقولوا البيت اللي مفهوش دقيق حاله بيضيق. لا، احنا ليه نضيق بيوتنا؟ احنا نعمل حاجات جميلة وبسيطة ونفرح عيالنا بيها بمقادير بسيطة جدا واقتصادية جدا. أنا معايا النهاردة 2 كيلو من الدقيق. هنبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حطيت عليهم معلقة من البيكنج باودر ونص معلقة من الملح، وحطيت معلقة ونص من الشمر على اليانسون، محمصاهم كده حلو وطحناهم في المطحنة. بيدي طبعا طعم وريحة جميلة جدا، وبيدي للمنين تست عالي قوي. براحتك انت بقى، لو حابة تطحنيه قوي زي انا كده ما بطحنه مفيش مشكلة. حابة تكسريه كده نص تكسيرة، تحطيه صحيح، بس انا بحبه ناعم، يا دوب نستفاد كده بالايه بالريحة والطعم بتاعه. وجبت بولة بقى ونزلت بنص كوباية من السكر، وعليها معلقتين من الخميرة الفورية، وهنزل عليهم بكوباية ونص من المية، وهقلب بقى كويس. هدوب ايه السكر كده في المية بتاعت الخميرة، وهركنهم على جنب. وهنا بقى هجيب العجان بتاعي. ما عندكيش عجان تعجني بايديكي، ما فيش مشكلة، هو عجنه مش صعب يعني. فهنزل بقى بالدقيق بتاعك كده في البولة بتاعت العجان، وهنزل بثلاث معالق كبار من السمسم المتحمص. ومعايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، المج العادي يا جماعة بتاع الشاي اللي هو 200 ملي ده. انا عاملاه النهارده بسمن نباتي عادي جدا، ما حطيتش عليه ولا سمن بلدي ولا حاجه. انا بعمله معاكم النهارده بطريقه اقتصاديه. وعلى فكره بتوع الافران عمرهم ما هيعملوه باي سمن نضيف. هما بيعملوا النص سمن والنص زيت. انا حطيت 4 كوبايات من السمن ونص كوبايه من الزيت. اهم حاجه بقى في المنين ده انك تعجنيه كويس. طبعا اول ما الدقيق بيشرب معانا السمن كده ويلف معاه حلو، بنزل بالخميره بتاعتي. واهم حاجه هنا العجن. وانا زودت معلقه من المحلب. المحلب يا جماعه بيخلي ريحته حلوه جدا وطعمه حلو قوي. وزودت عليهم كمان كوبايه من الميه لما لقيت العجينه بتاعتي ناشفه. زودت عليهم كوبايه كمان من الميه. طبعا انت حسب الدقيق بتاعك ما بياخد، لان طبعا انواع الدقيق بتختلف. وسبتهم بقى تقلبوا كده مع بعضيهم. برضو لقيتها ناشفة، زودت كوباية الا ربع تاني. كده يعتبر احنا خدنا 3 كوبايات من المية. وادي العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين نعمت كده واتعجنت، بصوا بسهولة، ولا خدت دوشة ولا وقت ولا حاجة. وادي العجينة بتاعتنا كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي الملبن كده في ايديكي. انا هقسمها بقى ايه اجزاء عشان ايه اعرف اشكلها براحتي. هي عملت معايا زي ما انتوا شايفين كده 7 من الكور. وهبدأ بقى اشكلهم. باخد اول كورة كده وافردها، يكون السمك بتاعها ما يزيدش عن نص سنتي، نص سنتي كده يا جماعة، عشان نلفها كده حلو. وتبقى ايه الصباع معانا كده مورق وحلو. عايزين المنين بتاعنا خفيف ومورق وطعمه حلو. طبعا انا لفيتها وبقفل بقى ايه الجزء ده من تحت. اهم حاجة نقفله كويس
زي ما انتوا شايفين كده تقفلي حلو، وبركنه بقى على جنب في صينية كده في اي حاجة لحد ما بعمل بقية الكمية. برضو نفس الشيء كده بتفرديها، فرديها حلو كده، ولا ترققي ولا تخني عن كده، يعني بمقدار نص سنتي كده بالظبط. وهنلف بقى، وكل ما نلف نقفل عشان نطلع ايه الهوا منها، وهنلف ونقفل بقى كويس من تحت. اهم حاجة تقفلي من تحت خالص، تقفلي كويس عشان ما تفتحش معاكي. انا عملت بقى الايه الكمية كلها، وده اخر كورة كانت معايا. انا هشكلها كور مدورة كده، اعملها قرص، مش هيبقى كله صوابع، يعني نغير بقى الايه الشكل. وهي عملت معايا الكمية دي زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ايه بظبطهم والفهم حلو كده عشان يبقوا ايه جاهزين للحشو. هغطيهم بقى واسيبهم ربع ساعة بس كده ترتاح، مش تخمر، يرتاح معايا العجين عشان يفرد معايا بسهولة، تحسي ان بيمط كده معاكي وتفرديه بكل سهولة. كده عدى ربع ساعة، هبدأ بقى ايه اشكل كل جزء لوحده. هشيل طبعا الكور معانا بتاعت القرص ديت، اركنها على جنب، وابدأ اخد بقى رول رول كده من اللي انا ايه لفيتهم. طبعا بنسويه كده ونظبطه، ونبدأ ايه نفرده. انت طبعا هتفردي بقى بالايه الحجم اللي انت عاوزاه يعني. وبسوي طبعا السطح بتاعه عشان يبقى مظبوط، ما يبقاش حتة عالية وحتة واطية. وقطعي بقى زي ما انت عايزة. الحجم ده بقى ليك انت حرية التصرف فيه، قطعي زي ما انت عايزة، حبة اصغر من كده، حبة تكبريه شوية، بس انا شايفة ان الحجم ده كده معقول وحلو، والصباع كده مظبوط. وهبدأ بقى ارصه بقى، اجيب الصاجات بتاعتي وابدأ ارص فيها. برضو هجيب الرول التاني ونفس الايه الطريقة، هفرده برضو وايه واقطعه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حاجة جميلة كده وبسيطة، وزي ما انتوا شايفين يعني بتبقي فرحانة كده انك بتعملي حاجة في البيت وبتملي بيتك كله بالخير. والله ما بياخد مجهود ولا بياخد وقت ولا اي حاجة. وهنعمل بقى الشكل التاني اللي هو المنين بالعجوة. انا فردتها بقى شوية كده، وهبدأ احشيها بالعجوة. طبعا انا بفرد العجوة علشان ايه العجوة تبقى في كل الصباع بتاع المنين بتاعنا. واقفل بقى عليهم كويس كده، اهم حاجة تقفلي كويس وتفرديها كده وتظبطيها، تظبطي السطح بتاعها. وبرش بقى عليها شوية سمسم، وبفرد السمسم عليها عشان السمسم ما يقعش منها ويلزق كده في العجينة بتاعتي. وهبدأ برضو ايه ارصهم كده زي ما انتوا شايفين. وادي ايه خلصت الكمية كلها بتاعت الصوابع بالعجوة. هنيجي بقى للقرص بتاعتنا هنا. طبعا انا عملت معاكم معجنات كذا مرة، فالقرصة بتبقى صغننة كده يا دوب على قد قطمتين. النهاردة بقى اعمل لكم نفس اشكال الفرن بالظبط. انا كبرت القرصة كده معايا. والله القرصة دي بنجيبها من الفرن ب10 جنيه، وفي اماكن بتبيعها ب12. على ايه انا مش عارفة، مش مستاهلة ابدا المبالغ اللي بنحطها في الفرن دي يا جماعة. والعملية بسيطة جدا والعجن خفيف. وادي 2 كيلو دقيق. انا عايزة اقول لكم بصوا الكمية اللي عملها قد ايه. كل ده من 2 كيلو دقيق. تملي البيت كده خير، وبيتك يبقى فيه كل حاجة يتمنوها ولادك او بيحبوها. وطبعا احنا دلوقتي ايام المدارس، الولاد خلاص خلصوا امتحانات، بيسهروا بالليل عايزين حاجة ياكلوها، عايزين حاجة يتعشوا بيها، يفطروا بيها الصبح. مفيش اجمل من المعجنات والمخبوزات الجميلة اللي قدامكم دي. وادي القرص بتاعتنا هي اتخمرت. هبدأ بقى اخرمها كده بالشوكة عشان ما تتنفخش معايا، انا مش عايزاها منفوخة بس. وعلى الفرن بقى، وهبدأ ايه اخبز المعجنات بتاعتي. وادي بقى بسم الله ما شاء الله، اللهم اكبر، اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا انتوا شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، أنا مش قادرة أتكلم في الجمال اللي قدامكم ده. بالله عليكم الفرن عمل أزيد من اللي أنا عاملاه ده، بالعكس احنا عاملين أنضف وأحسن وأوفر، وكمية كبيرة جدا تقعد معاكي فترة، وكل الأشكال اللي بتعملها الفرن احنا عملناها. طبعا انت بتجيبي من الفرن نفس الاشكال ونفس الدنيا اللي احنا عاملينها دي هم بيعملوها. بالعكس انت بتعمليها انضف واحسن كتير، وحاجات جميلة كده وحاجات تملى البيت كله خير. وعايزة اقول لكم بصوا القرصة قد ايه ناعمة وجميلة، والعجوة مالية القرصة كلها، يعني كل قطمة هتاكليها اولادك هياكلوها فيها العجوة، مفيش حتة فاضية، مفيش حتة ما فيهاش عجوة. وممكن كمان تعمليها بملبن لو انتوا حابين بملبن، بس انا والله ما كانش عندي ملبن، لو عندي كنت عملت لكم كمان بملبن. وشايفين الحاجات جميلة ازاي ونضيفة ازاي. وادي المنين السادة سقسقي كده مع كوباية شاي بلبن بقى، ده بقى الجمال كله ولزوم السقسقة كلها. بصوا قد ايه جميل وقد ايه هش من جوه وخفيف ومورق. اللفة اللي احنا لفيناها للعجينة دي يا جماعة هي اللي بتدينا الشكل زي بتاع الفران كده، وبتدينا الهشاشة كده والتوريقة من جوه. بصوا حاجة والله العظيم بسم الله ما شاء الله، ومش قادرة اقول لكم الريحة قد ايه قلبة البيت كله، ريحة المعجنات يا جماعة والمخبوزات والحاجات الجميلة دي. وطبعا في الصيف ده احنا بنبقى عايزين ناكل اي حاجة، نفطر اي حاجة، عايزين حاجة خفيفة كده نفطر بيها الصبح او بالليل لو سهرنا نتعشى بيها، بدل ما تقومي تحمري بطاطس ولا تقلي بيض. دي ابسط حاجة. وزي ما انتوا شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. يلا بقى ما تكسليش وقومي اعمليه واعملي لولادك الجمال والحلاوة ديت. وادي كمان المنين ابو عجوة زي ما انتوا شايفين، شايفين لونه، شايفين السمسم بقى متماسك فيه وما وقعش ازاي، وشايفين بقى الجمال. حاجة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ألف هنا وشفا للي هياكل. شايفين النعومة والطراوة بتاعت المعجنات بتاعتنا، والعجوة قد ايه مالية كل قطعة فيها. ويلا بقى قوموا اعملوها. وعايزة بقى تشجيع يا جماعة ولايكات كده، واللي عجبه الفيديو كده لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك ويشرفني اشتراكه طبعا، عشان ويفعل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. واتمنى ان الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم النهاردة وتنفذوها، ولايكات كده وشجعوني بلايكات يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.